السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي يا سنة ستة. هنبدأ على طول في lesson 2. يا ريت تبسطوني وتعملوا لي لايك. اللايك يا جماعة هو اللي بيشجعنا ان احنا نكمل المنهج. تمام، يلا بينا هنشوف مع بعض الدرس بتاعنا بيقول ايه. What is in the frame؟ في ايه جوه الإطار؟ تمام، frame يعني إطار، الإطار اللي هو زي البرواز كده. تمام، يلا بينا. frame talent يعني موهبة. artwork يعني عمل فني. sculpture char تمام. sculpture painting creativity يعني إبداع. photograph يعني صورة فوتوغرافية. photograph imagination يعني خيال. figure يعني شكل أو مجسم. images يعني صور. painter رسام. modern حديث. forever إلى الأبد. alive على قيد الحياة. pieces of art يعني أعمال فنية. تمام، يلا بينا هنشوف برضو الحاجات دي عشان مهمة معانا شوية. tell a story يعني يحكي قصة. tell a story. seem alive يبدو حيا، يبدو عايش يعني. seem alive. inside a frame يعني داخل الإطار. inside a frame. types of أنواع من. full of يعني مليء به. يلا نشوف الدرس بتاعنا. قبل ما نشوف الدرس بتاعنا حابة أقول لك إن أنا عامله لك فيديو، لو حابب إن أنت تتفرج عليه موجود عندك على الصفحة بتاعة الفيسبوك، ولينك الصفحة موجود يا صديقي في صندوق الوصف. يلا بينا هنسمي الله وهنشوف الدرس بتاعنا بيتكلم عن إيه. Every frame tells a story. كل إطار بيقول لنا قصة. Inside a frame, there can be either a painting or a photograph. في قلب الفريم بيكون في يا إما رسمة يا إما photograph اللي هي صورة. That shows something special. يعني بيعرض لنا حاجة مميزة. Artists use their paintbrush and palette to mix colors and create beautiful images on a canvas. الناس الفنانة يعني بيستخدموا فرشة الألوان ولوحة الألوان بتاعتهم علشان يخلطوا الألوان بقى مع بعض ويرسموا لنا رسم جميل. Some artists في شوية فنانين prefer sculpture بيفضلوا فن النحت. عارف يعني إيه فن النحت؟ يعني بيعملوا تماثيل يعني. while others enjoy painting. لكن برضو بينما إن في ناس تانية بتفضل painting اللي هي الرسم. تمام. but both types of art show talent and creativity. النوعين يا شباب بيورولنا الموهبة والإبداع. great artists can carve wood or stone to make strong shapes that seem alive. في شوية فنانين كده بيقدروا ان هم ينحتوا الخشب او ينحتوا الحجر عشان يقدروا يعملوا اشكال كأنها حية، كأنها موجودة يعني. Not every artwork is famous. مش كل عمل فني مشهور. But some become masterpieces. لكن في شوية منهم بتكون تحف فنية that people remember forever. الناس بتفتكرها على طول. Inside a gallery جوه بقى الجاليري you can find both. تقدر ان انت تشوف الاتنين modern and old pieces of art.
تقدر تشوف الفن الحديث وكمان الفن القديم. Sometimes visitors stand quietly and whisper to each other about what they see. أحيانا الزوار بيفضلوا واقفين بهدوء وبيتكلموا بيهمسوا كده علشان يقولوا يعني الأشياء اللي هم بيشوفوها. Art is everywhere. الفن موجود في كل مكان يا شباب. It's neither boring nor difficult. هو ولا صعب ولا ممل. It's full of color, feeling and imagination. بيكون مليان بالمشاعر والألوان والخيال. طيب يلا يا صديقي هنشوف مع بعض الجرامر بتاعنا بيتكلم عن ايه. يا صديقي ايه الفرق بين either or و neither nor و both and؟ تعالى كده لما اقولها لك بأبسط الطرق. بسم الله. بص يا صديقي، either or معناها إما، الله يخليك، إما ده أو ده، بختار واحد من الاتنين. تمام؟ يعني أنا لازم أختار حاجة واحدة من الاتنين. يعني هقول مثلا نجيب مثلا إيه، نقول either إيمان or علي. will نعمل إيه مثلا come today. تمام؟ either or معناها إما إيمان أو علي. يعني يا إيمان يا علي هيجي النهاردة، يا إيمان يا علي، مش الاتنين. ممكن أقول حاجة كمان، مثال كمان هنا، هقول مثلا you can choose either tea or coffee مثلا. بص معناها في منتهى السهولة. دي اللي هي either or بختار واحدة من الاتنين. عندي اتنين يا عم الحاج، لازم اختار واحدة منهم. تمام؟ طيب بمعنى بقى التانية اللي معانا دي neither nor، لا ده ولا ده، لا هتختار لا ده ولا ده، لا بحب الشاي ولا القهوة، محدش يجي جنبي. تمام؟ يعني هقول مثلا هنا، نجيب المثال هنا، هقول I like neither tea nor coffee. سهلة جدا. أنا لا بحب الشاي ولا القهوة. يعني أنا بقول لك يا عم اختار، قلت لك فوق كده اختار واحدة منهم، يعني اختار يا الشاي يا القهوة. رحت ردت عليا قلت لي أنا لا بحب ده ولا بحب ده. خلاص كده نقول تاني either or معناها إما، بختار واحدة من الاتنين. neither nor لا بختار لا ده ولا ده، عشان مش عايزين وجع دماغ بصراحة، هو حاجة حلوة جدا. both and بختار الاتنين. تخيل، بختار الاتنين بيكونوا موجودين. يعني هقول مثلا هنا نفس المثال، هقول I like both tea and coffee. أنا بحب الاتنين، الشاي والقهوة. تمام كده؟ يبقى أول واحدة عندك هنا يا صديقي بختار واحدة من الاتنين اللي هي either or sorry، و neither nor لا ده ولا ده، لا بختار لا ده ولا بختار ده، أوجعش دماغي. أما both and الاتنين. تمام. يلا بينا بقى نشوف نحلها ازاي. قبل ما أبدأ معاك الحل أنا عايز أقول لك على حاجة. إحنا قلنا يا جماعة في حاجة اسمها either بتكون مرتبطة ب or. طيب و neither
بتكون مرتبطة بنور، وبوث بتكون مرتبطة and. خدت بالك؟ ركز معايا عشان الواجبات اللي أنا هديها لك دلوقتي. ماشي؟ طيب both علي and he wants حاجة هنا، بعد كده بيقولي or تبقى either. هنا مش عارفة ايه هنا، فين هنا برضو عندك and سارة and تبقى ايه both. number 4 و 5 اللي هيتحلوا بس neither nor. هنا ايه هنا my mother or مرتبطة بمين ب either. يلا هنحل دلوقتي lesson 2. يلا بسم الله. Nader has a great حاجة هنا of painting. great a talent موهبة من الرسم. My uncle can حاجة برضو powerful designs of food using small tools. بيقدر ان هو عارف ينحت curve. We can have حاجة هنا chicken or واخد بالك or تبقى ايه either. برافو عليك. قلت لك لازم يكونوا مرتبطين ببعض. The classroom has both big windows and. تمام، اوعى تنسى التلاتة كل واحدة فيهم مرتبطة بحرف جر. Every frame tells a story. Inside a frame there can be either a painting or a photograph that shows something special. بتبين لنا حاجة مميزة. Artists use their paintbrush and palette to mix colors and create powerful فين الكلام بيتوه مني images on a canvas. Art is everywhere. It's neither boring or difficult. It's full of color, feeling and imagination. ده رقم 4 number 4. يلا يا صديقي نقرأ مع بعض التكست بتاعتنا دي. Art can appear either in a big museum or on a small street wall. الفن موجود يا إما في المتاحف يا إما في الشوارع، يعني على الحوائط بتاعت الشوارع. You can find creativity everywhere. انت تقدر ان انت تشوف الابداع ده في كل مكان. Some artists like painting while others enjoy sculpture and both show beauty and feeling in different ways. في ناس بتفضل طبعا الرسم وناس تانية بتفضل النحت، والاتنين بيطلعوا لنا فن جميل يعني. Great artists use both their hands and their heart to create amazing works. الفنانين العظماء بيستخدموا الاتنين، بيستخدموا ايديهم وقلبهم عشان يطلعوا لنا حاجة حلوة، يعني أعمال كويسة. You can draw either with pencils or with colors. انت تقدر ترسم يا إما بالألوان اللي هي الألوان أو بالأقلام الرصاص. The important thing is to express your feelings. أهم حاجة إن أنت تقدر تعبر عن مشاعرك. Inside an art gallery في قلب الجاليري المعرض الفني you may see both old and modern masterpieces that inspire people. انت تقدر في قلب المعرض الفني تشوف التحف الفنية القديمة والحديثة اللي الناس يعني بتلهم الناس يعني. Art is neither boring or difficult. It is full of life. الفن ولا هو صعب ولا هو رخم، يعني هو مليء بالحياة. Art connects both young and old people. الفن بيربط الناس، يعني الكبار والصغيرين مع بعض.
مش بيربطهم بحبل يا حبيبي، لأ، بيبقى فيه بينهم ترابط يعني. It helps us share ideas and dreams. بيساعدنا إن إحنا نشارك الأفكار بتاعتنا وأحلامنا. Whether you paint on paper or on a wall, your art can send a message to the world. يعني سواء انت بقى رسمت على ورقة، على حيطة، المهم ان انت يعني ايه بتدينا رسالة للعالم، يعني بترسل رسالة، بتقول رأيك يعني. تمام، يلا نشوف. this text ديت عن ايه؟ عن الارت طبعا. the opposite of the underworld modern عكسها ancient يعني قديم. where can art appear؟ بيظهر فين يا حبيبي؟ الارت ده، الفن ده، تعالى كده لما نشوف. art can appear either in a big museum or on a small street walls. ودي الانسر نمبر 3. زي ما انت متعود كده احنا بنعمل ايه؟ بنرقمها. number 4. What can artists use to create artworks؟ بيستخدموا ايه حضراتكم اللي هم الفنانين؟ بص يا صديقي العزيز، بيستخدموا ايه؟ هي مكتوبة هنا اهي. Great artists use both their hands and their hearts to create amazing works. ودي number 4. اوكي، نمبر 5 بقى بيقول لي لخصتي القطعة دي في قلب جملة. تعالى كده لما نشوف هو هنا بيتكلم اصلا عن ايه. بيتكلم على الارت، صح؟ يبقى تلخيصها هيكون ازاي؟ كده اصلا فهمت ايه؟ فهمت ان الفن بيساعدنا ان احنا نشارك افكارنا واحلامنا، صح كده؟ تمام، اهي بدل ما هنكتب it هنكتب art. تمام، وبعد كده helps us share ideas and dreams. طبعا لان كل ده بيتكلم على الارت. ودي نمبر 5. طيب نشوف اللي بعد كده يا صديقي. طبعا انا قايله لك ان الكلمات ديت كل واحده بترتبط بحرف جر. يعني عندك هنا and هتبقى ايه؟ both من غير ما نقراها على فكره. وهنا neither nor. تمام، نشوف اللي بعد كده يا حبيبي. artists مالهم يا حبيبي؟ create ايه؟ beautiful images on a canvas. طيب what can visitors do in a gallery؟ تمام، يلا نشوف اللي بعد كده. أول حاجة what وده سؤال، وبعد كده they، وبعد كده دي جملة عادية. طيب بالنسبة للباراجراف يلا نكتبه مع بعض. يلا يا صديقي العزيز، احنا هنستخدم هنا، احنا هنتكلم عن الارتس وهنستخدم كلمتين، كلمة curve وكلمة painting. طب يلا بقى. artists use their paintbrush and palettes to create beautiful art on canvas. تمام، دي أول حاجة. بعد كده some artists prefer sculptures. في ناس منهم بتفضل السكلابتشرز زي ما احنا قلنا while others prefer painting. المهم both types of arts show talent and creativity. Great artists can carve wood or stones to make strong shapes. Inside the gallery, جوه الجاليري, you can find both modern and old pieces of art. Art is neither difficult nor boring. يعني هو قلنا ولا صعب ولا ممل. It's full of feelings ومليان بالأحاسيس والمشاعر. كده خلصنا احنا يا سنة 6، وأشوفكم على خير إن شاء الله الحصة الجاية بإذن الله. ويا ريت ما تنسونيش من الدعاء. باي باي.